السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمود زايد وفيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة فيديوهات استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم. في فيديو النهاردة احنا هنجرب برومبت كده كتبناه على شات جي بي تي أو خلينا شات جي بي تي يولده لنا، وهنبتدي إن احنا نجربه على الموقع اللي احنا بقالنا حلقتين أو فيديوهين بنتكلم عنه، وهو ليوناردو اي اي. بس قبل ما نشوف الكلام ده وندخل في الانترو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وكمان تعمل لايك وشير للفيديو وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم بعد الانترو. المفروض في العادي إن إحنا اللي بنكتب الprompt بتاعنا أو الdescription بتاع الصورة علشان يطلع لي صور بالمنظر اللي إحنا شايفينه ده، أو إن أي موقع بتاع الذكاء الاصطناعي أنت بتدّي له description بيطلع لك صورة. طيب إحنا المرّة دي عملنا حاجة مختلفة، رُحنا على موقع أو application ChatGPT وقُلنا له إن إحنا عايزين prompt ل صورة تتولد بمواقع الذكاء الاصطناعي، يعني قُلت له كده ولِّد لي صورة أو كود لصورة، وكتبت له أنا عايز التفاصيل بتاعة الصورة دي إيه، وهو ادّاني description كامل كده للصورة أو للحاجة اللي أنا قُلت له عليها، وهنجرّبه دلوقتي على موقع leonardo AI. فمثلًا لو إحنا جينا في الPDF كده، قُلت له إن أنا عايز صورة تخيلية من الماضي لديناصور راكب موتوسيكل. فابتدى إن هو يحط title للمشهد، تمام، وبعد كده عمل لي description art style وskin description، وابتدى إن هو يسترسل بقى في الشرح. فكل اللي إحنا هنعمله إيه، طبعًا إحنا الخطوة اللي إحنا عملناها دي على ChatGPT إحنا هنبقى نعمل لها فيديو لشرح الموضوع ده، إزاي تعمل prompt أو تولد prompt على ChatGPT أو تخلّيه يعمل لك زي description كده للصورة اللي أنت عايزها. بس ده مش موضوعنا النهارده، إحنا عايزين بس نشوف هل الكود ده هينفع، هل بعد الرغي الكتير ده هيطلّع لي الصورة زي ما أنا عايز والّا لأ؟ طبعًا ده يتوقّف على الmodel اللي أنت هتستخدمه على leonardo AI وكمان على الdescription. طبعًا أنت شايف من شكل الdescription هو مش سايب فتفوتة غير لمّا متكلّم عنها وجايب تفاصيلها بالضبط. فكل اللي أنا هاعمله إيه، إن أنا هاخد المشهد ده من أوله من هنا كده، هانزل لتحت وهادوس كليك يمين copy وهاروح على موقع leonardo AI وهاجي هنا كليك يمين paste بس. الmodel بتاعي اللي أنا هاستخدمه، أنا طبعًا باحب إن أنا أستخدم leonardo diffusion وعندي absolute reality، أنا كده، كده ممكن أستخدمهم كلّهم، بس هاخلّي عدد الصور يعني مثلًا خلّينا 2، والalchemy دي قُلنا قبل كده إن هي لازم تكون مشترك في الموقع، هي بتدّيك تقريبًا 4 أو 5 صور بعد كده بتفصل، وهادوس على generate واستنى بقى النتيجة اللي المفروض هتطلع لي. ودي كانت النتيجة اللي طلعت بالموديل بتاع leonardo diffusion. طبعًا يعني إلى حدٍ ما نتيجة سيئة جدًا، حاجة مش أفضل حاجة. يعني بُصّوا كده، هو جايب لي الديناصور، تمام، أنا مش عارف هو كاتب له إيه هنا، أنا ممكن آخد الكود ده وأبقى أترجمه، بس هو أنا كنت عايز الديناصور هو اللي راكب العجلة أو راكب الموتوسيكل. لو إحنا غيّرنا الmodel، طب تعالَ نغيّر الmodel كده نخلّيه مثلًا absolute reality وهادوس على generate. طيب ده اللي أنا كنت عايزه، يعني ده اللي أنا كنت أقصده مثلًا حاجة زي كده، بس طبعًا مش بالشكل ده، بس قشطة، يعني نتيجة مقبولة. طب تعالَ نجرّب نخلّيها 3D animation وندوس على generate. يعني 3D animation، هو 3D هيجيب لي حاجة 3D بس مش اللي هي واقعية أو حاجة فيها خيال أو حاجة زي كده يعني. لحد دلوقتي absolute reality هو اللي إلى حدٍ ما كويس. طب تعالَ نجرّب اللي هو RPG4 ده وهادوس generate برضه، لعل وعسى الmodel ده يطلّع لي حاجة كويسة. إحنا عايزين نبقى نفصّص كل model لوحده ونشوف هو بيطلّع إيه بالضبط، زائد إن إحنا عايزين كمان إن إحنا نشوف الصور اللي leonardo AI بيدّيها لي وابتدي إن أنا أشتغل عليها. طبعًا حاجة برضه مش أفضل حاجة، أنا محتاج إن أنا أشوف الdescription بس ده، لإن أنا شاكك فيه بصراحة. لو أنا خدته كده تاني copy وهاروح على translate هاترجمه بس. العنوان Rabbit Riders رحلة ممتعة من العصر الجراثي، الوصف في هذا المشهد الخيالي من الماضي، درجة نارية صاخبة في تطور ذكي للقدر، يظهر رابتور أنيق يا عم ده أنت كاتب له يعني فيديو. يجب أن يظهر الرابتور بطل الرواية إحساسًا بالقوة والنعمة والنعومة أيًا كان بمقاييس محددة. يا عم لأ، مش للدرجة، الكود فاشل والgeneration بتاع الAI مش أفضل حاجة. وطبعًا كده، كده ما هو لوش ذنب، هو
بيولِّد الصورة أو بيعمل الصورة على أساس الحاجة اللي أنت كاتبها له هنا. فلحد دلوقتي إحنا جرّبنا كذا model ويعتبر إن هُم أفضل الmodels اللي أنا ممكن أستخدمها، ومطلّعين لي الصور إلى حدٍ ما مش أفضل حاجة بصراحة. طَب نجرّب آخر حاجة اللي هو الDream Shaper ده، وأنا من رأيي إن هي كانت تجربة مش أفضل حاجة، المفروض ChatGPT يطلّع لي prompt يكون قوي شوية، وممكن برضه الadd negative prompt دي إن أنا أكتب فيها حاجات بحيث إن هي تفلتر لي الصور. طَب والله دي كويسة برضه، شغّالة، دي شغّالة إلى حدٍ ما، بس دي النتيجة الأفضل. ودي يعني أو ممكن نقول دي الأفضل واللي وراها. نجرّب معلش يعني من باب الفضول كده، نجرّب الstable diffusion. لأ طبعًا، نتيجة برضه مش النتيجة اللي أنا عايزها. عايزين نتمرّن أكتر على الAI أو نتمرّن أكتر على الprompt اللي إحنا ممكن نكتبه، في بعض الكلمات اللي إحنا ممكن نزوّدها علشان تطلّع لي صورة أفضل، حقيقية أكتر، تفاصيلها أكتر. محتاجين إن إحنا نبقى نقلِّب شوية في الموقع، نشوف الصور اللي الموقع بيدّيها لي والprompt اللي هو بيقترحها عليّا، بحيث إن أنا أبقى مركّز وأنا باكتب الكود، حتى ما اعتمدش على ChatGPT إن ده غلط. أنا مش هاعتمد على الChatGPT الذكاء الاصطناعي علشان يولِّد لي صورة أو يدّيني prompt أحطّه على الذكاء الاصطناعي فيطلّع لي صورة تانية. لأ، أنا عايز أنا اللي أكتب الوصف فيطلّع لي الصورة بتاعتي. فمحتاجين إن إحنا نشوف الmodel أكتر، نشوف الmodel اللي هيطلّع لي الصورة اللي أنا عايزها، وكمان أشوف الprompt اللي أنا ممكن أكتبه والكلمات والnegative prompt اللي إحنا عايزين نكتبها علشان ما يطلّعليش ديفوهات أو حاجات مشاكل في الصورة زي دي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا لحد النهارده. كانت تجربة إلى حدٍ ما مش ناجحة أوي ولا هي فاشلة أوي، تجربة متوسطة إن أنا أخلّي ChatGPT يولِّد لي prompt وأجرّبه على موقع Leonardo AI. زي ما قُلنا إن إحنا هيبقى معانا فيديوهات تانية كتير هنفصّص Leonardo AI ده، لإن هو الموقع الوحيد اللي أنا شُفته بصراحة بيحاكي أو يعني شبيه شوية أو قريب شوية من Midjourney. في آخر الفيديو لو أنت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة، وكمان تفعّل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد، وأشوفكم فيديوهات جاية.